ساعات بتشوف فيديو تاروت وتحس كأن الكروت دي كانت مستنياك انت وبتتكلم عن كل تفصيلة في حياتك. بس السؤال هنا، يا ترى ده سحر ولا صدفة ولا نصب متغلف؟ وازاي اصلا اللي بيقرا التاروت بيعرف حاجات كتير عن حياتنا او حتى افكارنا؟ تعالوا نفهم الحوار ده سوا. اول حاجة، يا ترى ايه هو التاروت ده اصلا؟ ببساطة كده، التاروت ده عبارة عن كروت، كل كارت عليه رسومات ورموز، والكروت دي ليها معاني، سواء معاني صريحة او رمزية. الناس اللي بيشتغلوا في التاروت بيستخدموا الكروت علشان يفسروا حاجات بتحصل او بيتوقعوا حاجات جايه، او حتى يدوك نصيحه على حسب الكروت اللي طلعت لك. طب السؤال هنا، يا ترى ده حقيقي ولا نصب؟ هنا بقى مربط الفرس. في فريقين في القصه دي. الفريق الاول بيقول ان التاروت ده فن بيعتمد على الحدس وعلى قراءه الطاقه، وان الكروت دي مجرد اداه بتساعد الشخص اللي بيقرا انه يركز ويستقبل طاقات او رسائل من حياه اللي قدامه. وبيؤمنوا ان الرموز والارقام دي ليها دلالات عميقه ومتصله باللاوعي الجماعي. اما الفريق الثاني فبيقول لك لا، الموضوع كله هزار او نصب وتهريج، او في احسن الحالات بيكون تسليه. وبيقولوا ان اللي بيقرا التاروت ده بيعتمد على كذا حاجه. اولهم العموميات، يعني يقول لك انت بتمر بفتره صعبه او في تغيير جاي في حياتك، كلام عام ينفع يتقال لاي حد. تاني حاجه، قرايه لغه الجسد. الشخص اللي قدامك بيكون بيراقبك، نظره عينيك، حركه ايدك، نبره صوتك، ومن هنا يقدر يفهم حاجات كتير عنك. تالت حاجه، الاسئله الذكيه، يسالك سؤال بسيط بس بطريقه تخليه ياخد منك معلومات من غير ما تحس. رابع حاجه، في تاثير اسمه تاثير برنوم، ودي ظاهره نفسيه بتخلي الناس تصدق الكلام العام وتحس انه معمول مخصوص ليهم حتى لو ينفع لاي شخص تاني. طب نرجع للسؤال المهم، ازاي بعضهم بيعرف اللي حصل معانا او حتى اللي بنفكر فيه؟ لو افترضنا جدلا ان في ناس فعلا عندها قدرات، فده ممكن يحصل بكذا شكل. اولهم الحدس القوي والطاقه. في ناس مؤمنه ان في اشخاص بيحسوا بالطاقه وبيستشعروا مشاعر او افكار من غير ما حد يقول لهم حاجه عنك. تاني حاجه، التحليل النفسي غير المقصود. التاروت بيشبه حكايه، انت بتشوف كارت وتبدا تربط اللي فيه بحاجه حصلت لك فتفهم حاجه كنت غافل عنها. يعني اللي بيقرا ممكن يكون بيساعدك بس تكتشف اللي جواك. وتالت حاجه، القراءه البارده، ودي تقنيه بيستخدمها ناس كتير مش بس في التاروت. يعني من شكلك او لبسك او كلامك يقدر يستنتج حاجات عنك ويقولها ليك كانها معلومات هو عارفها لوحده. في النهايه، سواء شايف التاروت ده علم او فن او علم نفس او مجرد لعبه في الايمان بيه او لا، ده يرجع ليك انت. بس الاكيد ما ينفعش تعتمد عليه في قراراتك المصيريه ولا تخليه يتحكم في حياتك. وعشان كده عاوز اسالك سؤال، هل انت شايف التاروت ايه؟ هل هو حقيقه ولا مجرد لعبه نفسيه؟ اكتب لي رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان الفيديوهات اللي جايه كلها هتكون ليك وهتفيدك. سلام.